مظلوم عبدي او الهام احمد بتقول لشرق الفرات اخواني نرجو منكم اغلاق صفحات التيك توك او الفيسبوك لمده 3 اشهر، الكل بيسكر صفحاته لانه عم يصير في نوع من الصد والرد والتشحن. رجاء ما بدي اياكم تعلقوا بهالموضوع، كله بيسكر صفحاته. اما على الجانب الثاني تبع صرمايه الرئيس على راسك، الرئيس عم يعمل سلام مع اسرائيل وهن عم يهددوا اسرائيل. الرئيس مع امريكا صار متحالف وهن لساتهم عم يقولوا صليبيين وبدنا نحرر وخونه ومونه. الرئيس تبعهم عم يتفاوض مع قسد، عملوا لي قناه ايجابي، هن صرمايه الرئيس على راس قسد وبدنا نجيكم صاغرين يا قسد وبالصرمايه يا قسد وبدنا نسحقكم يا قسد. ما عم يمون على جمهوره، ما عم يمون يقولوا نخرسوا. لك اخرسوا شوي، عم نعمل سلام مع الجماعه. شلون بدك تعمل سلام مع فريق وتنازل فيهم سبات؟ صار لهم عم يشحنوا على هذا المكون 6 سنين من ايام عفرين. خونة عملاء من وقت ما شرت معركة باقية وتتمدد بكوباني. خونة عملاء الله ينصر الدولة عليكم الإسلامية يا عملاء يا مجوس، يا ما خلوا عليهم ستر مغطى. والجماعة عم يقولوا لك يا اخوان نحن اولاد البلد، لك نحن عم ندافع عنكم، لك نحن بدنا نشارك معكم. ابدا. تركي نازل من القرنة، الايراني نازل من القرنة، النظام نازل من القرنة، وكلمة اورينت والمعارضة عليهم من القرنة. هلا اذا بيطلع الشرع بينتف حاله على الهواء بيقول لهم يا شباب ما بصير تكتبوا هي التعليقات. الكرد اهلنا واخواننا ومظلومين وبدنا نشاركهم، والنظام اللامركزي نحن عم نفاوض بدنا نساويه. يا خاين يا عميل يا صفتك يا حلتك ما بيخلوا عليه ستر مغطى. وعلى فكره مو اللي جوا قاعدين، اللي برا عم يبيضوا وطنيات هذا تقلوا عن اوروبا لعنده. فالمشكله من وين؟ الفجر منين عم يجي؟ الفجر منين عم يجي والزعرنه والتحريض؟ سمعتوا حدا من شرق الفرات اعلامي معروف، يعني مو جيب لي واحد فايت باسم عامل لي من فلول النظام او من فلول الاخوان المسلمين عم يكتب ويعمل الفتنه. شفتوا لي اعلامي معروف طلع قال نطالب قسد بسحق قوات المعارضه وسحق القوات اللي بدمشق وان ياتوا الينا صاغرين؟ شفتوا لي واحد طلع حكى بهي اللهجه؟ اما من ما يسمون بالاعلام اللي عم يطبل للمعارضه وللحكومه، بدكم تجونا صاغرين جايكم بالبوط العسكري، يلا يا مظلوم لحمس على راسك، يلا يا الهام احمد ضبي الاغراض، خبوا البوماتكم، ضبوا كلاسينكم، ضبوا الباساتكم، جايكم بكره التركي جاي الطيران، والله نخليكم عواكم يصل لقنديل. اذا كان وين الهافالات؟ وين الهافالين؟ الشباب عم يطلعوا وهيك الله يجيبك يا طولة البال، يا الله على هالمصيبه اللي علينا فيها على هالشركاء، وعم يسكتوا ويعضوا على سنهم ويعضوا على اسنانهم، وهدول نازلين زعرنه 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 زعرنه. طم غم فجاءنا الشرع قاعد مع عبدي وقع وكذا، ما عاد عرفوا شو بدهم يساووا. ايه مهله لنشوف اذا بيسلموا سلاحهم. لك ابني ما في تسليم سلاح. سلاح ما في، لمين بدك تسلم سلاح؟ للدوله. ليش انت دوله؟ لك شوفوا تعليقاتهم بيقول لك نحن الدوله لازم نسلمها. لك انت مين سماك دوله؟ لك نحن شو انتم اسمكم سلطه انتقاليه، سلطه امر واقع. هرب النظام اجيتوا على محله انتم، يعني لو قسد واصله قبلكم كان صارت هي السلطه. سلطه امر واقع اسمها، حطيتوا ايدكم يعني وضع يد. اذا واحد حمل وضع يده على شافه الارض بصير له؟ لا، اسمها سلطه امر واقع، سلطه انتقاليه. مجموعه من الاحرار الشام والاوزبيك والموزبيك ونور الدين زنكي وبحلام مدري مين واستقم كما امرت ولبيك يا اختاه وجيش النصره وجيش المدري مين وجيش العزه، ذكروني، والشرقيه واحرار الشرقيه والحمزه اجتمعوا كلهم على خير. نحن صغار صغار وانت اكبر تنظيم فينا، يلا استلم انت رئيس الجمهوريه. صار اسمه الرئيس احمد الشرع. شكرا على هالثقه اللي اوليتوني اياها. مين اولاك يا سياده الرئيس؟ الشعب اللي فرحان بسقوط الاسد، ويا اخي بينسى شعبنا والامر الواقع. مين بده يرجع؟ مين بده يقعد غيري؟ طبعا ما في غيرك. افاذا انت اسمك رئيس سلطه امر واقع، رئيس مؤقت. هلا فكروني اعمل لي احترامي للزلمه او اعمل لي احترامي للحكومه؟ لا، بس بدي اقرا المشهد، بدي اعلم السوري شو يعني كرامه. يعني احنا معنا كرامه جاي تعلمنا؟ كرامتكم على راسي، انتم بتعلموني الكرامه. بدي اعلم المنطبلجي اللي كان عم يطبل للاسد اليوم امبارح وصار منطبلجي للحكومه الجديد، شو يعني كرامه؟ لك عمي انت السلطه، انت المواطن، انت مصدر الشرعيه، انت السيد بالبلد. كل الامن والشرطه والجيش والرئيس لازم يكونوا خدم عند منا. اساءوا الخدمه بيتقلعوا بيجي غيرهم. ليش معودين نفسكم انه نكون عابين؟ حضرتك هذا سياده الرئيس، بقى سياده الرئيس. لا، وشو سياده الرئيس؟ انت سياده المواطن اسمك. هذا اسمه رئيس مؤقت. عم نراقبك يا سياده الرئيس، يلا بدنا نشوف. مره بيجوك البلد وضع الامني مدري شو، وضع الامني البلد خربان. ايه طيب ما سحبت السلاح من بعض الميليشيات او الفصائل البدويه او بمناطق حوران، بعض المسلحين، ما بعرف، ما بحب اني احكي بشكل عام على الاخوه البدو على العين وعلى الراس،
وهن بحوران اللي عم يجوا يعملوا قصف على مدينه السويداء، ما لك خبر فيهم يحكوا من دمشق؟ هالتحرش اللي عم يصير على مدينه السويداء ما لك خبر فيه كسلطه مؤقته انت؟ لك خبر ولا ما لك خبر؟ قولي بس منفلتين. طيب شلون بتسمي حالك دوله وانت الفصائل المنفلته ما عم تقدر عليها، وبدك تاخذ لي سلاح قسدي بيطلع عددهم 200,000؟ انت ما عم تقدر على العشرات اللي عم يعملوا، عم يعيثوا فسادا، عم بيزعجوا اهلنا بالسويداء. نفتح ملف جرمانة ونفتح ملف صحنايا وشو اللي صار فيها وكيف كان مخطط له وكذبتوا على الناس باسم واحد سب الرسول، لا طلعت كذبه، لا طلعت اشاعه، بين اشاعه وما اشاعه ماتوا 150 200 300 بني ادم، بين دروز مدنيين وفي ناس اخذوهم على المعتقل طلعوا ميتين، وبين شباب الامن العام المساكين، هدول رقبتهم دمهم خطيط مين؟ الحكومه. هل تعلم المواطن الدمشقي ما بيصير يطلع 5 6 كيلومتر برا دمشق؟ ما في امن. مين بياخذك، مين بيخطفك، مين بيشم عليك بالليل، ما حدا بيعرف. ونحن دوله ولاك؟ دوله نحن ويلك اصحك، ايوه نحن الدوله. طيب الدبابات الاسرائيليه صارت بلقنات رابطت على قطنا ونازلين بطرطوس قصف وباللاذقيه قصف. طب سياده الرئيس انت عم تقعد مع الوفد الاسرائيلي بالشام، صارك قاعد معهم 20 مره وسلمتوهم الرفات وسلمتوهم الوثائق، شو اخذت مقابلهم؟ ولا شيء، بس يرضوا علينا. لو بيطلع بكل هيك يعني السيد احمد الشرع بيقول يجب ان لا نعتدي عليهم ولا يعتدوا علينا. انت ما بتسترجي تعتدي عليهم، ولا الاسد ما بيسترجي يعتدوا عليهم، قول بتمنى منهم ما يعتدوا علينا. لك شو عم يصير بالبلد؟ الشركات بتيجي بتمسك الكهرباء ل 30 سنه، قال اصحابها من الاخوه. كل الاحترام لكم الساده بيت الخياط، يعني انا ماني قاصد يعني سيد رامز وكذا باقي الشباب، لا ماني قاصدكم بالاسم، ما بيهمني الموضوع، بس المفروض هيك شركه يوافق عليها برلمان. لازم من اول شهر ثاني شهر قعدتوا بالشام فورا على السريع تتواصلوا مع سويدا، تتواصلوا مع المناطق الساحليه، تتواصلوا مع الضباط اللي انشقوا، تتواصلوا مع الضباط المنشقين، عند ضباط منشقين. تصوروا عندنا 6000 ضباط منشق، 6000 ضابط وصار ضابط منشقين، ولا واحد منهم رجع على السلطه ولا على الجيش. ما نحن فاضي بس نسب قسد ونجيش على قسد ونجيش على دروز ونجرش على ونورط الجماعه اكثر مو متورطين. ولا شيء لحد الان. صار له 6 اشهر بالسلطه. ب6 اشهر كان على الاقل عملنا برلمان. لك عملنا مؤتمر انبثق عنه يا اخي بشكل حكومه يعني عرجه ماشي الحال، ومرة بنعمل بعد 6 اشهر اجتماع ومنطور حكومه طوارئ نعمل. لا. السيد احمد الشرع قعد بالقصر وحط الدفتر قدام منه. تعا يا انس، تعا يا ابو عيشه اخونا اسعد الشيباني، ابو قصره عدولي لشوف احمد دالاتي شلتنا، فريق مجلس قياده الثوره. هاي البرلمان جيبوا لي الدغيم بيعرف يحكي، لتات بيعرف يتلبس، تحياتي مساء الخير بالافم. ظبط لي البرلمان، عمل لي جلسه مؤتمر وطني، شو كمان بدهم العالم، مؤتمر وطني، حكومه مؤقته، اعمل لهم حكومه مؤقته ما مشكله. خفف لي دانك شويه بقصره، كثير طويله. سيدي بس نحن مقاتلين جينا من الجبهه، لك اخي هلا خفف لي اياها، ما بكفي كاسر تماثيل العتره ولهيك اللفه على راسك وعمل لي حالك من مثل افغان طالع منظرك، اعطيني الماكينه يا غالاتي. شو بدك تسوي سيدي؟ بدي اخفف لك الدهن تضرب الكسم، حلو له سيدي بس وانفه ظبط له اياه. ايه ورجيني لشوف. تمام. ابو قصره وزير الدفاع. انس، نادوا لي انس خطاب. بيجي انس. نعم سيدي. سياده الرئيس شيخنا ابو محمد كيف ما بقول له سيدي شيخ محمد. عود انس خفف لي هالدهن، حلو له دقنه لانس. سيدي شو دهن ما دهن، قبضتين لازم تكون السنه، احلي خلصني السلطه ابدا من الدهن. حلل دقنه. انت قوي انس وشاطر بالمخابرات والعصايب الحمراء ماسكهم مزبوط، رح سلمك وزير الداخليه. شو رايك ابو عايشه؟ والله مثل ما بدك يا ابو محمد، احنا الخارجيه لك مثل ما اتفقنا. تمام سيدي. مشان القيادات العسكريه والله ماني عرفان، التراك خايفين يوجعوا لي راسي. حطوا لي ابو عمشه قائد الفرقه 25، وهذا فهيم عيسى الاجدب حطوا لي قائد المنطقه الشماليه، وصعيد تركماني من الاقليه التركمانيه 150 تركماني بسوريا 150,000 بس بدنا نزعل تركيا. والسيف ابو بكر وحاتم ابو شقره سلموا قائد المنطقه سيدي حاتم ابو شقره مع قاتل السياسيه هيفرين، ونحن بدنا نتفاوض. لك حطوا خلصني سيدي. بالنسبه لاهل حوران ما شو ممكن نساوي معاهم؟
والله هذا العودة مو عاجبني، سبقني على الشام وطلع حكى البيان رقم 1، قلبي ملا منه لأحمد العودة. حاصروا لي قواته وخليهم، ما بدنا نستلمهم شي مناصب لهالحوران، لا كانوا معنا بالهيئة شيء ما كانوا، خليهم يعيطوا، شغلوا لي العالم بقصة قسد وفلول النظام. سيدي الشوام العوهم كلهم من الوظائف ومن الجيش ومن الأمن ومن السلطة ومن الصحة ومن التربية ومن التعليم، يلا ومن القضاء. جيبوا لي هذا الويسي. مين سيدي الويسي اللي كان؟ ايه ما بيطلع من خرجهم غير الويسي، طلعت العالم ويسي ما ويسي يغيروا لي اياه على كيف عندي. عيطوا الناس، طلع سمير متيني شو هالمؤتمر شو شو هالمؤتمر اللي عم تمسخروا انتم يعني عملوا مؤتمر 600 واحد كل واحد معطوا 10 ثواني يحكي، ما عاد حكى لك ما عرفان ليش جايين. شو سيدة دغيم؟ نعم لقد عقدنا مؤتمر وطني سيدتي، والمؤتمر انبثق عنه توصيات وطنية. شو قالوا بالمؤتمر دخلك سيد دغيم؟ أنه لا تنازل عن الوحدة الوطنية، وفنون النظام يجب أن يحاكموا، وتحقيق العدالة الانتقالية، ووحدة سوريا، وسلامة التراب السوري. ورقصني يا جدع نفس الرواية تبع نظام الأسد بس من عيد. وشدد المؤتمرون على أن سوريا يجب أن تستقر ونحسن الوضع الاقتصادي، وسيدتي وكل شيء مفروض على يعني مفروض على الطاولة وقابل للنقاش. يعني شكرا سيد دغيم يعطيك العافية. خلصنا من قصة المؤتمر، خلصنا سيدي، جيبوا لي ورقة نعين الحكومة. سيدي مو لازم نعمل دستور قبل الحكومة؟ الدستور بده مجلس الشعب ولجان برلمانية ومدري شو، وعندنا شعب متنوع. أعطيني ورقة وقلم. الدستور السوري الجمهورية العربية السورية، كان ناقص تكتب الأموية الإسلامية السنية، صارت سيادة الرئيس. أعلنا البيان الدستوري. سأل المذيع إحدى السيدات اللي مشاركين بالبيان إنه مشان البيان إعلان الدستوري في حدا في سلطة بتحاسب رئيس جمهورية؟ يعني بني آدم الرئيس بيغلط. لا الرئيس خارج المحاسبة، ما حدا بيحاسبه. طيب مين رئيس الجمهورية المؤقت؟ السيد أحمد الشرع. بنعرف بس هو عمول إذا ضغطوا عليه الشعب، لك حط بالخرج قال ضغطوا عليه الشعب. هذا قعد 3 أشهر، بعدين قال سنة مددها، وبعدين قال بدها 2 المرحلة الانتقالية، وهلا طش حاله 5 سنين من كثر الضغط الشعبي ما عم يقدر يتحمل. الحب قاتل. 5 سنين هلا قعد الشرع أمن على حاله. وشو بدنا نعمل؟ السعودية لازم ندعم السعودية مشكلتها مع إيران ومع فلول النظام، خلاص لهم مصلحة معي مشان إيران. السعودية ما لها مصلحة معك شخصيا، ما بيطير عليهم فيك سيادة الرئيس، لهم مصلحة مع الشعب السوري، ما ترجع إيران إنه هي بوابة خاصرة ضعيفة بالنسبة للشمال. المهم ما احنا ندخل بهالمصالح والتقاطعات. سيدي بدك تصير رئيس جمهورية وتقعد على طول؟ ايه بدي. شو بدهم إسرائيل ساوي لهم؟ شو بتقول لك أمريكا؟ قال نعم. لكن بعرف تضرب بهالراس، ما نحن عم نتعامل معهم من 5 سنين، شو جديدة علينا؟ ليش قدرنا نقدم على حلب وعلى الشام لو مو غضوا نظر الجماعة؟ جاي تعمل لي حالك مستشار سياسي، لأنه بيعملوا شيء. ايه ماشي. والشعب شو بنشغله؟ كهرباء، حتيجي الكهرباء، الامن، ترامب رفع العقوبات عنا، الله اكبر الله اكبر. بعدين وين الانتقال السياسي؟ انت تكسر من الاسئله. لك وين البرلمان؟ لك حتى لو عملنا برلمان بها 6 أشهر اللي مضوا، وشاركنا الاخوه الدروز وظبطنا الوضع بالساحل وظبطنا الوضع عن شرق الفرات وساهمنا بانتاج دوله مدنيه معرجه شوي، لك لحالها رفعت العقوبات كانت اوتوماتيك. نحن حبيبي عم نمد الجذور. هلا عم نمد شو بيقولوا لنا رح نعمل. وانا قلت لكم حول الانتقال السياسي قد يزعلوا مني حكومه دمشق، مو انتم قلتوا لازم يكون في عندنا معارضه وتنتقدنا. انا لحد الان عم بنتقدكم، ما عم فرض عليكم. انتم جايين عم تاثروا تبقوا بالسلطه الى ما شاء الله.